بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حضرتك يا باشمهندسين ما خلصنا جميع الأنظمة الخاصة بالميكانيكال، عايزين نبدأ نخش مع بعض بقى في الجزء الخاص بالإلكتريكال. هنلغي مع بعض الفلتر دي كلها اللي احنا اتكلمنا عنها، وهظهر فقط الجزء الخاص بالإلكتريكال الموجود عندنا اللي هي اللايتنج والداتا والباور زي ما احنا هنتعلم مع بعض بإذن الله تعالى. اول حاجه هنتكلم عليها يا باشمهندسين موضوع الاضاءه، ازاي اقدر اعمل اللايتنج بتاعتي جوه البرنامج الريفت. طبعا انا ممكن ما اهتمش بالاضاءه اللي المعماري عاملها لي، حتى لو هو عاملها ممكن اخفيها اصلا كانها مش موجوده، فبروح على الريفت لينك كاستم زي ما احنا اتفقنا، بختار ان هو يكون كاستم، وبختار من هنا ادي الموديل، بختار يكون كاستم برضو، وباجي من هنا كده على اللايتنج فيكتشر واقدر اشيلها خالص بمنتهى السهوله اهو بالشكل ده، كاني مش موجوده اصلا عندي وانا اللي هشتغل عليه على نضيف. اول حاجه يا باشمهندسين عشان نتعلم مع بعض، احنا لما بنيجي نحط اللايتنج ما بنحطهاش على فلور بلان، يعني لما اجي افتح فلور بلان بالشكل ده انا بحتاج السقف السيلينج عشان اقدر احط اللايتنج عليه. فعشان كده لما اجي بعمل اول حاجه ان انا بعمل سقف السيلينج للجزء الخاص باللايتنج. طيب هتعمله ازاي يا باشمهندس؟ بروح على قائمه فيو، بروح على بلان فيو ريفلكتد سيلينج بلان، بختار من هنا كل البلانات اللي انا عايز اعمل. عايز اعمل البيزمنت، الفيرست، الجراوند، الروف، السكند بالشكل ده، عايز اعمل لهم بالشكل ده، وبقول له اوكي. هيبدا اوتوماتيك يحطهم لك، ولكن هو دلوقتي حاططهم في مكان انا مش مظبوط، فانا بروح على البيزمنت بقول له انا عايزك في الديسيبلين من هنا كده، ادي الديسيبلين، بدل كوردينيشن انا عايزك في الالكتريكال، وسب ديسيبلين هتكون جوه ايه اللايتنج، فهو اوتوماتيك عمل لي ادي مع الفلور بلان حط لي سقف جديد لللايتنج بالشكل ده. هبدا اللي بعده وهكذا، اللي بعده اروح جاي مختاره، اقول من هنا كده الكتريكال، واختار من هنا يكون اللايتنج بالشكل ده اهو. اللي بعده نفس الكلام، اروح جاي مختار من هنا يكون الكتريكال، واختار من هنا يكون لايتنج، وهكذا يا باشمهندسين، عشان خاطر ابقى ايه، ابقى ظبطت البلانات كلها اللي انا هقدر اعمل فيها اللايتنج بتاعتي. هو بس اللي بنحتاجه بالنسبه للايه، لسقف السيلينج يعني. فاروح هنا على الالكتريكال واروح من هنا على اللايتنج بالشكل ده كده يا باشمهندس. بعد كده اجيب اول سقف انا عايز اشتغل عليه، ولكن انا هشتغل على الجراوند ليفل. هخفي كل السيستم اللي ظاهره قدامي دي كده، فاروح على في هروح على الفلتر، هعمل ادنج طبعا لان ده لسه جديد، فهختار كل الكابيتال اللي انا كنت عامله، اي حاجه كابيتال بالكامل اهو، دول اللي احنا عاملينهم بالشكل ده اهو، ضفناهم. هخفي الفيزابيليتي بتاعتهم بالشكل ده ماشي. هسيب فقط الجزء الخاص باللايتنج بالشكل ده. كل حاجه اختفت عندي يا باشمهندسين. زي ما انا قلت لحضراتكم انا مش محتاج اشوف كمان اللايتنج فيكتشر اللي المعماري ضايفها لي، فهاجي من هنا من ريفت باي هوست هقول له لا كاستم، الموديل هقول له هنا كاستم، واختار من هنا اللايتنج حرف ال، واشيل اللايتنج فيكتشر اللي المعماري عاملها لي. طيب ايه الفكره ان انا عملت سقف السيلينج؟ الفكره يا باشمهندسين عشان لما اروح على قائمه سيستم واروح على اللايتنج فيكتشر اجي احط اون فيس، هو اوتوماتيك. شوف لما اجي احط اللايتنج بتاعي هو اوتوماتيك، تعالوا نقف كده، ارى على المنسوب 2 متر و90. لو انا خدت من هنا كده قلت له من هنا كده من قائمه فيو عملت سيكشن بالشكل ده كده، هلاقي هو اوتوماتيك ارالي، عمل اوتوماتيك ايه، ارى اوتوماتيك الايه المنسوب بتاع سقف السيلينج على طول بالشكل ده اهو. جو تو فيو، تعالوا كده نقلل السكيل شويه، فاين، ادي بالشكل ده كده يا باشمهندسين، ادي اللايتنج اوتوماتيك بقت هوستد على سقف السيلينج. ده الميزه ان انا بحط على طول مين، الريفلكتيف سيلينج. طب برضو ايه الفكره؟ الفكره برضو ان هو عمل حاجه اسمها الكات بلان. الكات بلان هو الراجل بيقول لك انت ايه دلوقتي، انت واقف في السقف الايه، الارضي، بس باصص لفوق. باصص فين؟ لفوق. يعني انا على سبيل المثال لو رحت على السكشن انا هتخيل نفسي ادي هنا ده كده، انا واقف هنا كده بالشكل ده. لو انا بصيت لفوق يا باشمهندسين ده كده اسمه سيلينج، انا بجيب السقف اللي فوق ده اللي هو بتاع السكند فلور ده. طيب لو انا بصيت لتحت، لو انا رجعت بقى رحت جاي باصص لتحت بدل ما ابص لفوق، جيت بقى رحت جاي انا واقف هنا زي ما انا قلت لحضراتكم اهو، ورحت جاي باصص لتحت، ده اسمه كده ايه، انا بقطع عشان اشوف الفلور بلان، عشان اشوف ايه الفرنتشر والحاجات دي كلها. اما ببص لفوق ده اسمه السيلينج، انا كده بقطع عشان اشوف ايه السيلينج الموجود عندي. ففي السيلينج بيقول لك عندك حاجه اسمها كات بلان. اولا عندك انت اول سؤال بيسالوك انت عايز تشوف لحد فين، ما انا ممكن اجي هنا عند الدور اللي انا واقف فيه اللي هو الفيرست ده، واقول له انا عايز اشوف لحد الفيرست، بس انا مش عايز اشوف غير الحته دي بس، هي دي اللي انا عايز اشوفها، بس طبعا ملهاش لازمه. فانا بقول له ايه، انا عايز اشوف لحد السكند، انا عايز اشوف كل ده كل ده.
طيب لما اجي احط اي اوبجكت او اي حاجه، انت عايز نقطع فين؟ لو انا قطعت هنا تحت سقف السيلينج، فاي حاجه اوتوماتيك هتبقى هوستد على سقف السيلينج. لو انا قطعت فوق السقف السيلينج، يبقى اي حاجه اوتوماتيك هتبقى ايه؟ هوستد على السقف اللي انا ايه؟ اللي انا وصلت لحد عنده. نقطة مهمة جدا جدا يعني، اللي هي موضوع الايه؟ الكات فيو اللي انا عايز اعمله. وفي حاجة اسمها فيو ديبس، بيسأل حضرتك انت عايز تشوف ايه فوق زيادة عن السقف الفيرست. يعني مثلا على سبيل المثال كان في هنا مثلا وليكن داتا سنتر او اي حاجة، عايز اعرف مكانها فين بس مثلا يعني، فانا ممكن ازود شوية، اقول له طب افتح لي كمان 20 سم وليكن فوق، عشان ايه؟ اعرف ايه اللي موجود عند فوق، وهكذا. فباجي من هنا، الفكره هنا زي ما انا قلت لحضراتكم، ادي من هنا انا شايف لحد الفارس قاطع لحد 2 متر و30، فهو اقل من السقف السيلينج، فهو اوتوماتيك بيقرا السقف السيلينج. انا مش عايز يشوف اي حاجه فوق الفيرست، عشان كده انا مديها له ايه؟ بزيرو بالشكل ده. طيب تخيل انا رجعت مثلا خليتها هنا كده ايه؟ بدل 2 متر 30 خليتها 3 متر و60 مثلا على سبيل المثال يعني، قلت له اوكي. شفت هو اوتوماتيك ايه؟ تعالى كده اقول له بقى من هنا كده من سيستم، قلت له لايتنج فيكتشر، وقلت له اون فيس، حط بقى هنا كمان واحد هنا، وتعالى نروح على السكشن اللي انا عامله. بص كده اوتوماتيك لقط فين؟ لقط السقف، عشان انا معدي منسوب مين؟ المنسوب الموجود عندنا. فاجي من هنا تاني اخليها زي ما احنا كنا خلينا 2 متر و20 او ايا كان اللي انت عايز تقطع عنده بالشكل ده اهو. طيب حلو. ازاي بعمل توزيع الاضاءه؟ اول حاجه بدخل الفاميلي، بروح من سيستم بقول له لايتنج فيكتشر لود فاميلي، برجع كده على الانجليش، بروح من هنا كده بختار الانجليش فاميلي من هنا كده، وبروح على اليو كي، بروح على اللايتنج، الام اي بي انترنال، انا شغال انترنال. اكتر حاجه عندنا هي الفلات واللينير، هم دول اكتر حاجه بنستخدمهم. لما تلاقي في حاجه حواليها مستطيل كده، تعرف ان دي حاجه اسمها هوست فاميلي، يعني بتحتاج حاجه مضيف، يعني بتحتاج سطح معين عشان تعمل اتاتش عليه، سيلينج بقى فلور ايا كان. لما بتلاقيش حواليها المستطيل ده اي حاجه زي دي، ما فيش عليها المستطيل ده، دي ما اسمهاش هوست فاميلي، دي تقدر تضيفها في اي مكان بدون هوست. تمام. فعشان كده بختار الفلات، وبختار ايه؟ اللينير بوكس. بالاضافه لمجموعه كمان من الفاميليز، انا حاططها لحضراتكم اهي، مجموعه من لايتنج فاميليز تحطها تضيفها جوه ايه المشروع بتاعك. طيب فهاجي من هنا كده يا باشمهندسين، اول طريقه بنعملها بروح على سيستم لايتنج فيكتشر، بختار هنا ادي النوع اللي انا مختاره، حاجه اسمها لايتنج اللي هو 60 في 60 عشان السقف عندنا 60 في 60 ويز باك اب. يعني ايه ويز باك اب؟ ويز باك اب يعني حاجه اسمها باتري باك اب. في الحاجه مثلا المهمه، او الحاجه الموجوده مثلا في منطقه مبعوده شويه عن المدينه والخدمات، بنحاول نخلي في باك اب، يعني لو الكهرباء حصل لها انقطاع او اي حاجه، يبقى في حاجه تنور. عشان كده بعمل اللي هو السقف اللي هو العادي خالص هنا ده كده اللي هو العاديه، وبعمل واحده تانية ويز باك اب، ويز باتري باك اب، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر لو حصل انقطاع او اي حاجه، دي تقدر تشتغل على الاقل لمده 3 ساعات على البطاريات. طيب هاجي من قائمه موديفاي، ازاي بوزع بقى؟ لو انا يا باشمهندسين الطريقه التقليديه بتاعتنا، ممكن اجي هنا من على ابعد نقطه كده بالشكل ده، واجي من هنا اهو بالشكل ده، باجي على سقف سيلينج زي ده. ازاي بوزع بقى الحاجه؟ بشوف انا محتاج كام كشاف، وليكن على سبيل المثال غرفه كبيره زي دي انا محتاج 4 كشافات مثلا، يبقى بضرب في 2 وبضيف 1. يعني مثلا ده عايز 4، يبقى اذا اخد الاثنين اضربها في عدد الكشافات اللي انا عايزها 4 زائد 1. هنفهم معناه ايه دلوقتي. طب انا عايز 3 كشافات بس، اقول له 3 زائد 1، يبقى الرقم ده هو ايه اللي بيتغير. فانا عايز 4 كشافات، يبقى بقول له 2 في 4 في 8 و1 9، فبختار ده وبقول له array to last. انا فاهم ليه to last، وانا عايزهم كام؟ 9 بالشكل ده. واروح جاي بختار النقطه دي كده، واروح جاي مددها من هنا لحد هنا كده بالشكل ده كده بقى كام؟ 9. ابدا اعمل ايه بقى؟ واحده واحده اشيل دي ودي 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 ودي. شوف اوتوماتيك حصلت على الايه؟ على الاربعه ومتوزعين. بس ده لما يكون عندي سقف يا باشمهندسين، يكون السقف اللي عندي يكون ماله؟ لما يكون السقف اللي عندي يا باشمهندسين سقف بلين. يعني ايه سقف بلين؟ يعني مش سقف متقسم زي ده 60 في 60 مثلا، فتقدر تعمل الحركه دي بمنتهى السهوله. انما هنا انا مضطر ايه؟ اكون ملتزم بالابعاد بتاعت مين؟ السقف الموجود عندي اهو بالشكل ده. مضطر ايه؟ اظبط على السقف الموجود عندي بالشكل ده اهو بالشكل ده كده يا باشمهندسين. طيب نفس الكلام في الناحيه الثانيه برضو، بشوف لو انا السقف بتاعي ده بلين بقول له برضو ان جروب. لو السقف بتاعي ده بلين مش متقسم، اقدر اقول له ايه؟ اضرب في 2. انا محتاج هنا كده 4، 2 في 4 ب 8 1 9 على طول، واضيف وارسم ونفس الكلام. تمام. طيب انما احنا عندنا لما يكون عندنا سيستم زي ده، اول حاجه لازم اظهرها برضو يا باشمهندسين،
اروح اظهر الميكانيكال اكويبمنت واظهر الاتش فاك سيستم. ليه يا باشمهندس؟ عشان المخارج بتاعه التكييف، شايف حضرتك المخارج مين بتاعه التكييف، تبقى عارف مكانها فين. فانا همسك ده كده بالشكل ده اهو، ممكن اعمله بقى كوبي، اقول له من هنا كده مثلا هسيب 1 2 احطه هنا بالشكل ده، اسيب 1 2 احط هنا بالشكل ده، اسيب 1 2 احط هنا بالشكل ده. يبقى انا كده ايه، وزعت كشافات كتيره جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا ده على حسب انت عندك ايه بالظبط في المشروع بتاعك. يفضل طبعا يكون عندي الاطراف دي تكون باك اب، ويز باك اب. ليه بقى؟ عشان لما يحصل انقطاع للتيار او اي حاجه تقدر ايه، تنور اكبر قدر ممكن. وليكن اخلي ده وده مثلا عشان ايه، تنور برضو الجزء الايه الداخلي كويس بالشكل ده. ده كده ويز باتري باك اب بالشكل ده كده. بنفس الاسلوب هبدا اجي على ده كده، ابدا برضو احط وابدا اوزع، اشوف التوزيع اللي انا عايزها. هاجي برضو على المكان بتاع الكوريدور بتاعي اللي موجود عندي هنا، برضو ايه، اشوف اقدر احط الايه اللايتنج فيكتشر بتاعتي فين. امسك من ده اقول له كرييت سيميلر اون فيس بالشكل ده، وليكن هبدا من بدايه الايه الراجل المحترم عندنا هنا ده كده، الاين من هنا تاب، من هنا لهنا بالشكل تاب. طيب خلينا نعمل من ده مع ده بالشكل ده كده يا باشمهندسين. دي برضو اخليها واحده وواحده، امسك ده كده كوبي، نسيب مثلا ادي 1 2 3 ونحط في الرابعه مثلا هنا 1 2 3 ونحط ايه في الرابعه بالشكل ده 1 2 3. شايفين ادي المخرج ده نسيت اظبطه اصلا مع السقف السيلينج الموجود عندنا، فنحاول نظبط الاجزاء المهمه دي. وده هنشوفه طبعا ان شاء الله احنا بنعمل الكلاشات والكلام ده كله يعني. هنا مثلا في الطرقه انا مجبر امشي بالشكل ده. بالشكل ده كده يا باشمهندسين. يبقى انا كده برضو ايه عملت المخارج بتاعت الايه الاضاءه بتاعتي الموجوده عندي. برضو امسك مثلا هنا وهنا مثلا اخليهم دول ويز باك اب بالشكل ده، باتري باك اب. برضو ده وده مثلا اخليهم ويز باك اب بالشكل ده كده يا باشمهندسين. امسك بقى الغرف واظبط عندي الغرف الموجوده عندي. ابدا اضيف يا باشمهندسين حاجه مهمه جدا. طبعا انا هنا الكارت بتاعي زي ما انا قلت لك على 2 متر و20. لو انا مثلا قللتها خليته متر 20 عشان اشوف الابواب مثلا اماكنها فين، انزل شويه عشان اشوف. شايفين كده الابواب ظهرت عندي كده، انا قطعت فين في منسوب الابواب. هنعرف ليه مع بعض دلوقتي. بعد كده يا باشمهندسين دي طبعا كلها اوبن على بعضيها. فاضل ان انا احط برضو من السيستم من اللايتنج فيكتشر. ممكن يكون عندي برضو احتاج الجزء مثلا السيلينج اللي هو ليه المدور مثلا ده، يكون عايزين من هنا كده بليس اون فيس. من هنا كده يكون الجزء بتاع الحمامات عايزين مثلا اناره بسيطه اهو، اهو هنا كده مثلا في الحمام ده، والحمام ده مثلا اهو، والحمام ده مثلا اهو بالشكل ده. يبقى انا كده ايه اقدر اعمل دول. الجزء برضو بتاعت الاناره هنا كده فوليوريانز احط له هنا وهنا. هنا برضو الجزء بتاع البارتيشنات نحاول انزل شويه اصلا بالقط عشان خاطر اعرف انا ايه شغال فين. طبعا ايه حضرتك بتبدا تظبط كل ليه الكلام ده كله. بتيجي من هنا برضو اهو، من هنا مثلا اهو، ومن هنا بالشكل ده تعمل لهم الاين بالشكل ده. يبقى انا عملت ايه الاضاءه بتاعتي هنا. برضو التويلت بتاعنا هنا وليكن على سبيل المثال عايز اعمل هنا اضاءه مثلا هنا وهنا مثلا عشان تعمل اناره للاتنين، وهكذا يا باشمهندسين. فاضل عندي بقى الايه، لو انا بص بقى في 3 دي ممكن اعمل بقى اعمل منها سيكشن بوكس واجي بالشكل ده، انزل لحد المنسوب اللي انا شغال عليه عشان اقدر اشوف انا شغال بعمل ايه اول باول. خليك برضو ال 3 دي شغال معاك اهو، قطع واطلع بالشكل ده كده. هاجي من الجنب من هنا والجنب
بالشكل ده كده يا باشمهندسين. يبقى انا عملت التوزيعات بتاعتي، وادي التوزيعات. شايف هو اوتوماتيك بيلقط كمان المنسوب بتاع الايه بسقف السيلينج، عشان انا ايه عامل سيلينج ريفليكشن بالشكل ده. فاضل يا باشمهندسين ان انا اجي برده من هنا من قائمه سيستم، احط بقى العلامات. يعني دلوقتي العلامات الهروب والكلام ده كله ساعه الحدوث لا قدر الله اي حريق او اي شيء، علامات الانذار اللي توضح لهم اتجاهات الهروب فين. فباجي من هنا، احنا عاملين هنا ادي اباف دور، في عندي هنا كده ادي الليفت ارو، في اباف دور، الكلام ده كله. فهاجي من هنا كده يا باشمهندسين، هختار وليكن من هنا كده اختار مثلا الاباف دور دي كده اللي احنا بنحطها عند الابواب بالشكل ده كده، الف بالشكل ده كده. ده كده بليس اون فيس، وفي بليس اون ورك بلان على حسب انا عايز اعمل ايه. لو انا خليتها بليس اون فيس يبقى انا كده ايه هحطها عند سقف السيلينج، انا مش عايز كده. في بليس اون ورك بلان لو انا عايز اشوف ورك بلان معين ابدا اشتغل عنه. فهاجي من هنا من السكشن، اكبر السكشن ده شويه، عايز اقطع في اي باب عشان اعرف بس اللي ايه، احاول كده اخليه عند اي باب السكشن ده اهو عشان اشوف المنسوب بتاعي. ادي المنسوب بتاعنا بالشكل ده كده يا باشمهندسين. وليكن اخليها هي بتبقى مفروض فوق الباب ب 20 سم، ده كده الباب اخره هنا اهوت، وده لسه عندنا. فاحنا ممكن نخليها هنا كده، اقول له ار بي ريفرنس بلان بالشكل ده كده اهو اهو. اعمل من هنا كده، احاول اظبط الدنيا شويه، اقول له من هنا كده من قائمه انوتيت اخد الاين دايمنشن من الريفرنس بلان ده لحد الليفل اللي انا شغال عليه. اختار وليكن اخليه على 2 متر مثلا، 2700 2800 مثلا 2 متر و80، او اخليه 2 متر 75 بالشكل ده. واسميه من هنا كده، اسميه ارو بالشكل ده. واجي من هنا اروح جاي قايل له من هنا زي ما احنا رجعنا تاني من سيستم، هقول له من هنا كده يا باشمهندسين لايتنج فيكتشر، اختار اللي هو اباف دور، واقول له بليس اون ورك بلان، واختار من هنا اللي هو اسمه ارو بالشكل ده. من هنا كده بالشكل ده اهو، الف كده بالسبيس، واروح جاي اضيفه فوق الباب بالشكل ده كده اهو. هنا برضو نفس الكلام، اضيفه فوق الباب ده. هنا كده اضيفه فوق الباب ده. هنا برضو اعمل كده، اضيفه فوق الباب ده. هنا كده الف بالشكل ده كده يا باشمهندسين اهو بالشكل ده. وهكذا امشي على كل اللي الموجود عندي. بالنسبه للطرقه دي بخليها ايه ليفت رايت ارو، عشان خاطر بالشكل ده كده اعمل بقى ايه العلامات بتاعتي. وليكن واحد هنا، واحد كمان هنا بالشكل ده، واحد مثلا في الاخر هنا الف مثلا اخلي ده ليفت فقط، ليفت ارو بالشكل ده كده، او اعمله كده عشان ايه يبقى عارف ان الاكزit هنا. وبنفس الكلام اعمل برضو واحده كمان هنا عشان يبقى واخد باله في اخر الطرقه ان في هنا اكزit بالشكل ده. نبص على 3 دي، ادي اللايتنج اللي احنا بنتكلم عليها بالشكل ده كده يا باشمهندسين اهو. ادي العلامات عندنا التوضيحيه بالشكل ده اهو، عشان ايه الخروج الهروب والكلام ده كله بالشكل ده. يبقى انا كده ايه برضو ضفت ايه الجزء التاني المهم عندنا اللي هو الايه علامات الاضاءه والكلام ده كله. فده كده كل ما يخص موضوع اللايتنج فيكتشر. لو في عندك حاجات خارجيه برضو سبوت خارجي تقدر تعمل اتاتشت خارجي لو انت في عندك خارج المبنى. بس هنا كانت الفكره بمنتهى السهوله، ويا رب يكون استفدتوا بالموضوع.